حكيم، هنيئا لك بهذا الفوز والوصول إلى نهائي الإف اي كاب لأول مرة وأنت تلعب بتشيلسي. أعتقد أنه شعور رائع والجميع سعيد لأننا قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول. أما الشوط الثاني فكانت هناك بعض الصعوبات وأعتقد أننا سجلنا الهدف الذي كنا نحتاجه. أيضا كنت تسعى لتسجيل الهدف، هل آمنت بحظوظك لتسجيل هذا الهدف؟ بكل تأكيد يجب أن تشعر بشعور خاص أنك ستسجل، وأعتقد أن تيم كان جيدا ومرر في الفراغ، وأعتقد أنها كانت توزيعة رائعة وسهل الأمور لتسجيل الهدف. هذا هو الهدف الخامس، ربما كان موسما صعبا بالنسبة لك، وهل تعتقد أننا في بداية ظهور جيد لك؟ لا زلت لدي العمل الكثير وهناك وقت طويل، وبكل تأكيد الآن بين الأربعة الكبار وتأهلتم إلى نصف نهائي دوري الأبطال. هل هو موسم جيد لتشيلسي؟ نعم، ما زلنا نقاتل في كل البطولات، وأعتقد أن كل المنافسات مفتوحة. هنيئا لك مرة أخرى بهذا الفوز. استمعنا إذن لحكيم زياش صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة، نجم تشيلسي والمنتخب المغربي، أشاد بتمريرة تيمو فيرنر. وهنا نقطة، من يتابع كرة القدم الألمانية لسنوات سيلاحظ أن اللاعب الألماني بشكل عام أكثر تكاملا من الكثير من المدارس الأخرى، وقدرة المهاجم على صناعة الأهداف موجودة في معظم المهاجمين الألمان. كابتن محمد، يعني هو عنده إمكانيات كبيرة يا محمد، عنده حس التمركز كويس، عنده السرعة، إنما ما ينقص تيمو فيرنر في المباريات الانهاء واللمسه الاولى لما الكره بتجيله عاوز يستلمها مثلا من وان تاتش. انما في المساحات هو ذكي في عمليه التمركز، وايضا ذكي في عمليه التمريره كعكس عادته في بعض الاحيان من المباريات السابقه. فالنهارده السرعات الموجوده ممكن يشتغل عليها توخل، أو خاصه في التحولات السريعه او الهجمات المرتده السريعه، وعنده امكانيات مميزه. زياش عانى في صعوبه في بدايه الموسم من الاصابه مبكرة، وبعد كده تغيير المدرب. انما النهارده في اللحظات الحاسمه او الحسم تلاقيه موجود، لانه عنده لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، عنده شخصيه مميزه، صانع لعب من افضل صناع اللعب، في عمليه التكمله ورا المهاجم، في ذكاء، في الفينش. اعتقد تسجيله هدف النهارده دي خطوه مهمه، وايضا تسجيله ضد اتلتيكو مدريد في دوري الابطال، فكلها حاجات مميزه بالنسبه لزياش اللي لقى صعوبه في بدايه الموسم على عمليه التاقلم والاصابات الموجوده في بدايه الموسم وتغيير المدرب. انما النهارده تحس ان هو من العناصر الاساسيه، وخد ثقه توخل في المباراه الاخيره بالنسبه لتشيلسي.